أسست هذه الجمعية من أجل تربية وتعليم وإدماج الأشخاص المكفوفين وإخراجهم من العزلة والانطواء وإثبات قدراتهم بطبيعة الحال الذاتية ليصبحوا منتجين لا مستهلكين داخل المجتمع كباقي المواطنين. بالنسبة لهذه الزيارة تمثل ربط صلة بين اتحاد الطيران لأبو ظبي والجمعية المغربية للمكفوفين، وقد تم تدشين ورشة للتكوين المهني حيث زودها الاتحاد بآلتين للخياطة وللتكوين المهني، ونرتقب إن شاء الله أن تدفع بنا هذه الورشة إلى تكوين الأشخاص المكفوفين في ميدان التكوين المهني حيث من أجل إيجاد منصب شغل لهم. أما بالنسبة لطبيعة الحال الجمعية فإنها تعمل جاهدة من أجل طبيعة الحال تعليم هؤلاء الأشخاص المكفوفين والبحث عن مناصب شغل لهم، وكذلك عن تربيتهم تربية صالحة. المغربي اتحاد الطيران، نحن اتحاد الطيران الجانب الإنساني مهم لدينا ونقوم بطلعات استكشافية صراحة. نحن بعثنا قبل 3 شهور إلى الرباط وإلى كازابلانكا الدار البيضاء. نحن كل سنة نحن في اتحاد الطيران كل سنة نعمل في دولة، فبدينا في اليمن واللاجئين السوريين في الامارات عملنا وعملنا في الاردن وعملنا في مناطق عده. وطبعا بعد نحن في الوقت هذا نفسه نستكشف وين نقدر نحن نساهم ونغير لو جزئيا من يعني من الاحتياجات اللي طلبها نوع من هذه تقريبا حدثين. السنه هذه كنا في مصر، دعمنا مستشفى سرطان الاطفال، والسنه هاي نفسها بعد عملنا المغرب اللي هو جمعيه المكفوفين، كذلك مدارس في صفرو. كنا امس في اقليم مدينه صفرو وقدمنا مستلزمات مدرسيه لبدايه السنه في اقليم صفرو، واليوم نحن في الرباط في سنه كذلك. يعني نقول عنها ما نقول عن تبرعات بس، لكن هذه فعل خيري. نحن يعني نرجو من انه يوصل الى الناس المستفيدين منه، ويكون يعني هذا مش بدايته ولا نهايه، بس يكون هذا استمرار للدعم مركز. صراحه انا اليوم تفاجأت بالمركز، تفاجأت بالطلاب، اسعدوني كثير، اسعدوني في يعني غناهم في انهم يعني طبيعة الحال كما قلت تأسست هذه الجمعية من أجل تربية وتعليم وإدماج الأشخاص المكفوفين وإخراجهم من العزلة والانطواء وإثبات قدراتهم طبيعة الحال الذاتية ليصبحوا منتجين لا مستهلكين داخل المجتمع كباقي المواطنين. بالنسبة لهذه الزيارة تمثل ربط صلة بين اتحاد الطيران لأبو ظبي والجمعية المغربية للمكفوفين، وقد تم تدشين ورشة للتكوين المهني حيث زودها الاتحاد بآلتين للخياطة وللتكوين المهني، ونرتقب إن شاء الله أن تدفع بنا هذه الورشة إلى تكوين الأشخاص المكفوفين في ميدان التكوين المهني حيث من أجل إيجاد منصب شغل لهم. أما بالنسبة لطبيعة الحال الجمعية فإنها تعمل جاهدة من أجل طبيعة الحال تعليم هؤلاء الأشخاص المكفوفين والبحث عن مناصب شغل لهم، وكذلك عن تربيتهم تربية صالحة كباقي المواطنين. وتهدف الجمعية إلى إنشاء مكتبة إن شاء الله بإذن الله وخزانة مسموعة صوتية. وطبعا هذه الورشة أنتم ترون أن المقر الذي نعاني منه المقر ضيق جدا، فعندنا إن شاء الله نحاول ونطمح في توسيع المقر من أجل هذه الورشة، حيث أنه نحن نكون مثلا الأشخاص المكفوفين، ولكن المشكلة الرئيسية هو أن بعد التكوين أين سيتوجهوا؟ إذا لابد لهم من التكوين المهني. كما قلت نشكر كذلك من جديد هذا الاتحاد، ونتمنى ان شاء الله زيارات متعدده منه ومن غيره من الفاعلين، طبعا لا نقول الخير ولكن فاعلي العمل الوطني الجاد، لان هؤلاء يستحقون كل كباقي المواطنين. وتهدف الجمعية إلى إنشاء مكتبة إن شاء الله بإذن الله وخزانة مسموعة صوتية. وطبعا هذه الورشة أنتم ترون أن المقر الذي نعاني منه المقر ضيق جدا، فعندنا إن شاء الله نحاول ونطمح في توسيع المقر من أجل هذه الورشة، حيث أنه نحن نكون مثلا الأشخاص المكفوفين، ولكن المشكلة الرئيسية هو أن بعد التكوين أين سيتوجهوا؟ إذا لابد لهم من التكوين المهني. كما قلت نشكر كذلك من جديد هذا الاتحاد، ونتمنى